السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. ما تنساوش لايك سبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شدوا شي كون خاوي، ديروا الكيت وطفيو الضو. مشينا. بسم الله، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على سيدنا محمد. القصه اللي وصلتني اليوم كتقول: السلام عليكم اخي، سميتي ايوب، تزاديت ودوزت الطفوله ديالي في واحد الدوار نواحي بني ملال، ولقيت بلي حنا عائله كبيره شادين واحد الفيرمات ملاصقين مع بعضياتهم. حنا كان ساكن معنا جدي وجده، بحكم ان الاب ديالي هو الكبير في خوتو، وعمامي ساكنين في الفيرمات اللي ملاصقين علينا، حتى هما مزوجين ووالدين ولادهم. هما كانوا تزوجوا قبل من الوالد واخا هو كبر منهم، وعاد كان واحد جوج عماتي مازالين بلا زواج حتى هما عايشين معانا. كان واحد جوج بيوت في الدار ممنوعين علينا ندخلوا ليهم، بيت ديال جدي وبيت ديال جده، ماشي ديال النعاس وانما ديال حوايج اخرين. واللي غنعرف من بعد ان جدي كيقدر يدخل ليها البيته، ولكن هي لا، كان داير واحد الهيدوره كحله من مور الباب، غير توقف فوق منها اما تمرض ولا طيح ولا يطرى لك كثر كاع. كتعاود الوالده بلي منين يلاه جات عروسه لديك الدار كانت فضوليه بزاف وباغا دير بلاصتها وسط منهم. واحد المره ما كانتش جده وعمتي الكبيره، كانت غير الوالده وعمتي الاخرى في الدار، كانت كتنقي وتسيق. شويه مشات لجهه داك البيت ديال جدي، يلاه هي هزات ديك الهيدوره باغا تجفف تحت منها، وهي تجيها واحد التصرفيقه حتى غابت. جات عمتي كتجري لقاتها طايحه هي وسطها، رجعت جده وفي عوض ما تسولها شنو كيضرك بقات كتغوت عليها وتسبها. والوالد كان غيطلقها بسبب هادشي، حيت نهار الاول اللي دخلات وراوها البلايص اللي ما خصهاش تقرب منهم، وكانوا عطاوها دجاجات بحالها بيديها. قالت لها جده باش موالي المكان يعرفوك راك وليتي وحده منا. الوالده كان كيجي هادشي غير هضره خاويه وصافي، وما كانتش عارفه بلي القضيه عندها علاقه بالجنون. المهم الغد اللي مسكين اصبح وجهها منفوخ بسبب ديك التصفيقه، بحال تقول دارت كسيده. الوالد كان عازم انه يطلقها، غير جدي هو اللي قال لي خليها، المره الجايه اللي قربت ليه غتموت هنا وتدفن هنايا، يعني هدد هاد النيشان. واحد المره ثاني كتعاود الوالده بلي كان السبوع ديال ولد عمي، وكانت حتى هي كتعاونهم في الشقه وكذا، كانوا نيت في الفيرما ديال عمي، وهما بالمناسبه حتى شي واحد فيهم ما كان كيصلي، من غير واحد عمي ومراته ونيت اللي كان عند ولدهم السبوع هما اللي كانوا كيصليو ويقطعوا. وحيت الفيرما كانت عندهم عامره بالناس، الوالده هزات الصلايه ومشات باش تصلي في الفيرما ديالنا اللي كانت خاويه واللي جات لاصقه عليهم نيت. كانت الوالده ديما كتسائل علاش ما عندنا حتى شي صلايه في الدار ديالنا، وكان فيما كيشوف الوالد كتصلي عاد هو كتجي الهضره، كيبقى يتعصب عليها ويتفكر لها شي حوايج دارتهم، كيقول لها علاش ما درتيش الحاجه الفلانيه. المهم هي كتصلي وهو داوي وكينقر عليها باش يخربقها، لدرجه بعض المرات كانت كتقطع الصلاه. كانت ديك الساعه حامله بيا، قال لك هي راك حتى كتشوف رجلين مرا وقفوا قدامها، رجلين كحلين اخويا وكاملين ضرابي، وكانوا عامرين بالتراب وموسخين، ما عرفت داكشي كيفاش وقف عليها وما قدراتش تنوض من الركوع، بقات كتبكي ومخلوعه وغمضات عينيها. وفي الاخر وهي تسمع عمتي كتبكي، كانت مريضه ديك الساعه ما مشاتش معاهم الاسبوع، وهي تقول لها مالك يا فلانه، ملي حلات عينيها وشافت ما لقات والو وهي طيح. شي يومين وهي مريضه لدرجه جاها الوجع قبل الوقت، وصدقت تزاديت انا على 7 شهور. تزاديت اخويا مريض وقليل الصحه وحيدوني الوالده من بين يديها، وبحال هذيك الخلعه اللي حسيت بها قبل ما تولدني دازت لي انا، وليت كنتخلى عليهم ديما بالليل. كنت كنمرض ديما لدرجه انهم كانوا كيقولوا غنودع محال واش نعيش. الوالده كان جاها الوسواس كتقول لهم ما تعطيوش ليا نشدو، الا شديتو غيموت ليا في يديا. وكثرت ما كنت صغير كتخافني لا نطيح ليها من يديها ولا نزلق. ولات عمتي الصغيره هي اللي مقابلاني وكانت عزيزه عليا، اما الوالده مورا ديك الحادثه ولات كتحلم بزاف بالجن، حتى لواحد المره غتشد في عمتي وغتبقى تعاود ليها، غتقول لها بلي الدار كلها عامره بالجن وبلي جدي وجده كيخدموا بهم، وهاد الجن مانعين عليهم انهم يطلقوا القران في الدار ولا يصليو بالجهر. تصور لدرجه انه اللي بغى يصلي كيمشي اما للدار ديال عمامي ولا كيمشي للجامع الا كان راجل، ولا كانت مرا كتبعد للخلا. هذاك الشيء علاش اغلبيتهم كانوا كيصليو ويقطعوا حتى في الاخر مابقاوش كيصليو. وقصت هاد الفيرمات هادو اللي بناهم جدي انه كان تحت منهم دايز واد، هذاك الواد كان كيحمل الموت قلت، هادشي شحال هادي قديم، ومن بعد هو يبني بواد جدي دوك الفيرمات. واصلا هاد بواد جدي كان كيتعامل مع الجن، وهما اللي عطاوه الاذن باش يبني تماك فوق داك الواد. واخا الناس قالوا لي راه الواد عمره ما كينسى طريقه وراه كيرجع يفيض وهادي، ولكن ناض. المهم انا ملي بديت كنوعى عرفت بلي جدي انسان قاصح بزاف في التعامل مع ولادو، ما كيرحمهمش وما كيعقلش عليهم. وحتى من جده ما عرفتش واش خاصني نقول عليها هاد الهضره، ولكن كانت واحد الانسانه اللي شريره ماشي بحال كاع الجدات اللي كنعرفوا كيكونوا حنان. كنا معروفين في المنطقه والناس كيخافوا من جدي كيديروا ليه 1000 حساب. كانوا عندنا الخدامه في الفيرما اللي شاد الكوري اللي كيخدموا في الاراضي، وعاد كاينين الخدامات اللي كيطيبوا ويشقاو. وجده كانت ديما كتهدد دوك الخدامات اللي عندنا في الدار، كتقول لهم اللي خرج هادشي كلمه ما تلوم الا راسها. بحال واحد الخدامه مسكينه اللي كان بوها فقيه ولكن توفى وخلاها مازال صغيره، تبعات طريقه ولات كتحفظ القران كتصلي الصلاه في وقتها، وكانت في نفس الوقت خدامه عندنا في الفيرما. جابها جدي شحال هادي، دوزات معاهم سنين ولكن ما عقلوش عليها، بحال تربات تما في الدار. منين ناضت كتنصح في جده وكتقول هادشي اللي كديروا فيه راه شرك وهادي، وهي تقول لها دخلي سوق راسك ويا ويلك تخرجي شي كلمه من هنايا. صافي السيده فعلا دخلت سوق راسها، ما هضرات ما قالت حتى شي حاجه، ولكن جده ما تسرطاش ليها حيت شي مره غتسمع العيالات كيهضروا عليهم ويحسب لها واش هي اللي وصلت خبارهم، بالرغم من انهم في ديك المنطقه كلشي عارفهم شنو كيديروا، غير هما كيبقاو يدعيو انهم ما فراسهم ما يتعاود. ناضوا داروا لها السحر هي وعمتي الكبيره وغطيح طيحه وحده، مرضات وشدات الفراش وما هي اللي ولات كتخرج تخدم عليها. كلشي كان كيعاود على قصه بنت الفقيه اللي كانت ايه في الجمال، حتى ولات ما تقدرش حتى تشوف لها في وجهها، الجلد ديالها ولا كيتقشر بحال داروا لها شي توكال، وحتى شي واحد ما قدر يعالجها. وانا ملي بديت كنوعى كنت كنسمعهم داوين على هاد بنت الفقيه، ولكن ما عمرني ما عرفتها، غير الوالده اللي عاودت لي قصتها وقالت لي راه جداك وعمتك هما سبابها.
وليت كنلاحظ شي امور غريبه كتوقع في شعبان بحال هاد الشهر اللي حنا فيه دابا. معروف عندنا بلي جدي كيعيط على الوالد وعلى جوج عمامي الاخرين وكيتجمعوا في واحد الدار مبنيه فوق الجبل، كيبقاو تما كل مره وشحال وما كيرجعوا حتى كيقرب رمضان. وعلى حساب ما غنفهم من بعد انهم كانوا كيطلعوا لديك الدار باش يديروا التجديد ديال العهود ديالهم مع الجن. فاش كيرجعوا اخويا كتكون حالتهم حاله، والله ما تقدر تشوف فيهم ولا تقرب لجهتهم، واحد الريحه خايبه بزاف. انا بعد الوالد ما كانتش كتخليني الوالده نقرب منه فاش كيرجعوا، كتقول لي وقع باك واحد 3 ايام عاد هضر معاه. هادشي يلاه كانت في عمري 7 سنين هكاك، كنت مازال ما عارفش بزاف الحوايج اللي كيطراو في عائلتنا في الخفاء. ومن مورا ما كينزلوا من داك الجبل كيديروا الذبيحه الكبيره هكا كانوا كيسميوها. نسيت ما نقول لك بلي كان عندنا واحد الكوري كبير مجموعين فيه كاع البهايم ديال جدي والوالد وحتى د عمامي، حيت كانوا كيتاجروا هما في المواشي. وفي هاد الذبيحه الكبيره كيكونوا مجموعين غير هما تاني، ممنوع على النساء ديال الدار يخرجوا من غير جده، هي الوحيده اللي كتفوت العتبه. كياخذوا اخويا حولي ولا عجل ولا تور كل مره وشنو، وجدي هو اللي كياكد ليهم، حيت الليله اللي قبل كيكون داير واحد الطقس كيسميوه التبييته، كيحط لدوك الجن اللي معاهد معاهم التواب ديالهم البخور وحتى الماكله، وفي الليل اما كيحلم بهم ولا كيجيو يوقفوا عليه وكيعلموه بالذبيحه اللي بغاو، كيعطيوه شي اماره باش يعرفها، وغالبا كيكون حولي كبير شي 2 ولا 3 المرات اللي كنعقل ذبحوا فيها تاور. طبيعه الحال هاد الذبيحه ما كتكونش غير هكاك، لابد ما يديروا عليها الطقوس ديالهم. وهنا كيجي الدور ديال جده، حيت هي اللي كتبخر لهم داك الحولي وكتحني له الفراقش الورانيين ديالو، ولكن هاد الحنه قليل فاش كديرها، وكتعلق ليه شي شراوط في الكرون ديالو، وغالبا ضروري ما يحضروا اما قناوه ولا عيساوه، اما حتى حمادشه قليل فين كيجيبوهم. الذبح كيكون في الليل من مور المغرب عكس اتجاه القبله، وجدي هو اللي كيتكلف، هما غير خاصهم يكونوا حاضرين وصافي. ممنوع عليهم ولا علينا ناكلوا داك اللحم من غير الاعضاء الحيويه بحال القلب والكبده والريه. كنعقل انا من صغري ما عنديش مع اللحم كيعيفني، ولكن الوالد كيوكلني داكشي بزز مني كيف ما كيديروا حتى عمامي الاخرين مع ولادهم، ظنا منهم ان هادشي هذا غيخلينا نقصاحوا ونوليو بحال جدي. وداكشي اللي بقى من اللحم كيوزعوه على الناس وهما ما عارفينش المراحل اللي داز منهم داك الحولي وكيفاش عذبوه قبل لا يتذبح. واحد العام كنعقل نيت في شعبان قبل من الذبيحه كنت كنلعب انا وولاد عمي، وكنا كنلعبوا حدا الكوري، وداك الحولي اللي غيضحيو به كانوا مخرجينه برا ورابطينه. انا خويا كانت عندي علاقه وطيده بالحيوانات، كانوا عزاز عليا وكيبقاو فيا، كنت مربي كلب وفروج. وفاش شفت داك الحولي غاديين يذبحوه نط غا ما قال لي راسي، طلقت ليه القنبه وهرب. يوم يقلبوا عليه ناضوا ولاد عمي شكموا بيا، قالوا لي مرا ايوب هو اللي طلقوا. والله خويا العصا اللي كليت داك النهار عمرني غنساها. الوالد شنقني كان باغي يقتلني، وفي الاخر هو يحبسني في واحد البيت لتحت ما فيه لا شرجم لا والو مظلم. كنسمع غير الوالده كتبكي عليا وهو كيضرب فيها وكيقول لها حيدي، قال لها الا شفتك حليتي عليه غنطلقك ونصيفطك. وهي كانت كتخاف من شي حاجه سميتها الطلاق، حيت عائلتها حتى هي صحاب. ما خرجني الوالد حتى قال له جدي خرجني، كان داز الذبيحه ديك الساعه وجابوا قناوه ومشاو. المهم كلشي كان كيدار بالاوامر ديال جدي. حاجه اخرى نسيت ما نذكرها ليك، هي ان جدي وجده اي مولود كيتزاد من السلاله ديالنا لابد ما يبات في البيت ديال جده دوك الايام الاولين كاملين قبل من السبوع، وفي الليله الاخرى كتسلموا لجدي بيتو حتى هو عنده في البيت. الغد لي عاد كيعطيوه لمو باش ترضعو، وتصور دوك الليالي اللي كيبات عندهم والله ما كيبكي، لدرجه كيحسب لهم ميت. نتوما عارفين الدراري الصغار ضروري ما كيبكيو في الليل. الوالده اول مره غيحيدوني من يديها تخلعت بزاف وبقات كتبكي وكتقول ما تاديوش ليا ولدي، ولكن جده دارت فيها وقالت لها هذاك راه حفيدي قبل ما يكون ولدك وراه من الدم ديالنا وحنا ما كناديوش دمنا. يعني من هاد الهضره غادي تفهم باللي كاملين كبرنا مقيوسين وعندنا علاقه مع هاد العالم بطريقه غير مباشره. شنو كانوا كيديروا لنا فاش كيدخلونا لذاك البيت ويسدوا علينا؟ الله بوحدو اللي عارف. حنا خويا الحفاد كاملين ديال العائله مرضعانا جنيه ساكنه في البيت ديال جده، وهذا الشيء ما عرفناه حتى كبرنا وخرجنا من داك الدوار. كل واحد فينا بدا كيعيش قصته مع هذا العالم، لا انا ولا ولاد وبنات عمي اي راقي ولا فقيه مشينا عنده كيقول لنا مرضعاكم جنيه في صغركم، غير هو مره كيقول لك مرضعانا ميمونه، مره كيقول لك مرضعانا عيشه، كل واحد وشنو كيقول لنا. واحد المره الوالده غتحلم داك خويا اللي تزاد من مورايا كترضعو واحد المراه لابسه الكحل والبيض ومغطيه وجهها ودايره دره حمراء في راسها. قالت لها الوالده علاش كترضع عليا ولدي عطاني انا نرضعو؟ قالت لها ما خصكش انت ترضعيه راكي حامله. وفعلا ما كامله حتى سيمانه الوالده غتكتشف بلي حامله باختي الصغيره. دازوا الشهور وصل عاوتاني شعبان، وجدي والوالد مشاو لنواحي مراكش، قال لك عندهم شي خدمه تماك، ويا ويل الوالده الا سولاتو فين غادي ولا منين جاي، هو راه غير الشوفه فيه كتخلع، عينيك كتحس بهم ماشي ديالو بحال شي حاجه اخرى كتشوف فيك. وهذا الشيء كينطبق حتى على عمامي وعلى جدي، عندهم نفس الشوفات. ديك الساعه الوالده يلاه كانت ولدات اختي بشي 15 يوم والوالد مشى وخلاها. هذيك الليله اختي ما بغاتش تسكت لها من البكا، والوالده حيت البيت عندها مخنوق بغات تخرج على برا تجلس بها شويه بيد ما تنعس. يلاه هي خرجت من البيت غادا بشويه باش ما تفيقش بها جده، حلات الباب وخرجات، كاينه تما واحد الجلسه على برا ريحات فيها حتى كتشوف بالجنب ديال عينيها شي حاجه بيضه غاديه جايه من حداها. الوالده كانت كتخاف بزاف، بقات غير كتذكر الله في خاطرها ومدوره وجهها جهه اختي باش ما تعاودش تشوف لتماك حتى غيجي داكشي اللي لابس البيض وريح مقابل معاها. قالت لك الكسده ديال بنادم، ملامح كحلين، حجبان وغلاط وعينيه مغورين، داير خرصه في نيفو وحده اخرى في ودنو، ما عرفات داكشي اللي قدامها واش راجل ولا مراه. بقات كتقول تسليم تسليم وكلها كتراحد. راه قالت لنا مني ما حماقيتش نحمد الله ونشكره. تخيل المراه ما عارفه والو من هادشي، جابوها باقا صغيره من دوارها ولات عايشه غير مع السحاره والدار عامره بالجنون. هذاك الجن حط يدو على اختي وضرب ليها في يديها 3 المرات وهي تسكت وهو يغبر من قدامها. الوالده دخلت كتجري غير حطاتها في بلاصتها نعسات. الغد ليه ما فاقتش، كتفيقها كتحل عينيها وتعاود تنعس. تقريبا شي سيمانه وهي غير مرخيه وناعسه.
من بعد وهي تلقى الوالده في يديها دبليج ديال النقره، سولات جده سولات عماتي، قالوا لا بلي حتى شي وحده فيهم ما لبساتو ليها. وجده كيف العاده عاوتاني دارت فيها، قالت لها ستري راسك، وانت من النهار اللي دخلتي لهنا فضحتينا، راه بنتك بملوكه بحالها بحال كاع عائلتنا، وانت غتبقاي تدوري عليهم حتى شي نهار غيعطبوك ويخليوك في الركنه. داز الوقت وحنا على داك الحال عايشين وما فاهمين شنو واقع. كان غير كيوصل المغرب كلشي كيدخل والبيبان والشراجم كيتسدوا وممنوع عليهم يغسلوا الماعن ولا يشقاو. هذاك العام عمي كان تزوج للمره الثانيه، وهذيك مراته اللي عجاب كانت باقا صغيره، تكون يلاه عندها شي 18 عام. كانت مراته الاولى منين دخلها عليها وساقت الخبر بلي تزوج غضبات وهي تمر، ناضوا بزاف المشاكل والصداع، ولكن المشاكل هما اللي غدير هاد مراته الجديده. كانت جده واحد الليله عارضه عليهم، قالت لي اجي انت ومراتك تعشاو معانا، مناسبه زعما انهم عاد تزوجوا، مريحين كنتعشاو، حنا الدراري الصغار ديما كيعزلونا بيناتنا وهما رجال بوحدهم والعيالات بوحدهم. جده كانت شاعله واحد المجمر دايره فيه بخور وحاطاه حدا بيتها، حيت في العاده هي كتبخر بيتها كل ليله الاربعاء. ناضت ديك العروسه هزات داك المجمر وخرجته على برا وكباتو في التراب. شافتها واحد مرات عمي اخرى قالت لها شنو درتي؟ قلت لها راه ما كنحملش هاد الريحه كتخنقني. معاه هي داخله يا خويا كتهز للفوق وتخبطات مع الارض، باقي حتى ما فرحوا بزواجهم صدقات تهرست من ظهرها. منين جاو لحقوا عليها وهي كتغوت قالت لهم بلي ديك مرات عمي هي اللي طيحاتها، ما استوعباتش ان الجن اللي طيحها. وعمي تعصب حيت مراته باقا عروسه جديده، وناض بدا كيتضارب مع عمي الاخر. عرفتي على مضاربه خويا عمرني غنساها، الروح كانت غطيح. بجوج بهم جبدوا الماس وبداو كيضربوا في بعضياتهم، حيت بجوج في عمامي ولا حتى الوالد عندهم الحمر والندابزه عندهم ما كتسالي غير الا شافوا الدم. حتى جرات مرات عمي جده وقالت لي راه لاحت لك المجمر برا، عليها طرا ليها هادشي. تما عاد دخلت جده وفرقات بيناتهم، ولكن صدقوا بجوجهم كلاوه. اما جدي ما كانش كيتسوق، كيخليهم يقتلوا بعضياتهم وما كيهضرش. ديك الليله بات عمي مع مراته في السبيطار، قالوا لي راه تهرست من ظهرها وتقريبا شي عام ونص وهي كتعاني. هذيك التزويجه راه موراها بزاف المشاكل كيف ما قلت لك. واحد المره ثاني لقاو ديك عمتي الصغيره اللي قلت لك عزيزه عليا، حصلوها كتهضر مع شي واحد من المنطقه، حيت بغات تزوج وتبعد عليهم. ما تصورش شنو داروا ليها عمامي بالعصا والسبان. ناض جده وديك عمتي الكبيره بقاو كيقلبوا حتى جابوا سميتو وسميت امه. اش غنقول لك اخويا، داكشي تدفن في الكوري عندنا. جده هي اللي خدمات له وعطاتو داك الراجل اللي كينكس البهايم، قالت لي يدفنوا تماك. هذاك السيد بات ما صباح، عياو ما يقلبوا عليه ما عرفوه فين زاد. وهذا الشيء علاش الوالده وعيالات عمامي كانوا كيف ما قلت لك كيخافوا من جده، حيت قبيحه ما كترحمش. اما بخصوص جدي فكان كيخدم غير الخدمات الكبار. نقدر نقول لك وبدون مبالغه انه ما كانش كيتعامل مع الجن وانما مع الشياطين، وكانوا كيجيو عنده ناس معروفين وشخصيات مرموقه. والله الا شحال مره شفنا معاه ممثلين ومغنيين وسياسيين. وزيد ديك الساعه مع ما كانش التلفازه عند كلشي، كانوا كيقدروا يبانوا بوجه مكشوف بلا ما يخافوا شي واحد يعرفهم. كانوا كيحطوا الفلوس الصحيحه وكيعيطوا لجدي غير الملالي، صافي هو دغا ولا حاس براسو كيلعب بالجن اللعب. ولكن هما هادو في عيلهم كيغدروا، كيخليو بنادم حتى كيطمئن ليهم وكيجروا ليه الهيدوره من تحته. تصور شنو غيوقع لجدي، صيفطوه للحبس، دوز عامين ديال الحبس غير هكاك. وقف جن على جده وقال لها نيشان انا اللي صيفطته، طلبت منه حزارتي وما دارهاش ليا، ولا ما درتوهاش نتوما ما تلوموا الا راسكم على داكشي اللي غيوقع ليه. صدق الوالد هو اللي دارها بالذبيحه ديالها وجاب لنا عيسى والد الدار، والا كانت غتوقع شي كارثه. باش تعرفوا يعرفوا حتى الناس باللي السحره مهما يبانوا باللي واعرين وما كيخافوش، راهم كيكونوا تحت التهديد ديال هذوك اللي معاهدين معاهم، ولا مشاو حتى غلطوا كيعذبوهم في حياتهم. المهم الوالد ولا هو اللي مكلف وزاد قصح معنا اكثر وبعد علينا. واحد المره كان عقل كان واحد الموسم خارج على الدوار، والوالده شحال وهي كطلب فيه بزز باش خلانا نمشيو. انت عارف بلي هاد المواسم الشعبيه كيكونوا فيهم حتى دوك الشوافات اللي كيخدموا بالكارطه وكيهزوا الخط. واحد اللحظه الوالده كانت كتشري داكشي العقيق اللي كيتزينوا به النساء، وراه طلقت لها من يديها ومشيت حدا ديك الشوافه اللي كانوا حتى هي مجموعين عليها الناس. غير شافني ولات كتدخل وتخرج في الهضره، والكارطه كتبغي تدمصها كتشتت ليها من يديها، كتقول لهم ولد من هذا داو عليا من هنايا، راه فيه شي عارض خايب ما مخلينيش نخدم في خاطري. شافني الوالده تماك جراتني، ريحنا كناكلو وهي تبعنا ديك الشوافه. سلمات عليها وقالت لها ولدك عنده جنون ساكنينو، الا بغيتي نديو عند خويا يهزهم عليه. قالت لي راه بجوج بهم ولادك، ولدك الصغير والكبير. ولكن الوالده ما حملاتش ديك الشوافه وجرات عليها. جايين في الطريق وكنسولها وهي كتسكتني وكتدور فيا، قالت لي هذيك راه غير حمقى ما ديش عليها. نهار اخر كان عقل كانت دخلتنا للحمام انا وخويا، قالت لينا نغسلو وغتجي هي من بعد باش تحك لينا. عطيت لخويا الصغير الكيس وقلت لي نوض جرب تحك لي انت. فعلا ناض وانا جالس في الكرسي وهو واقف مورايا، حتى بدا كيورك ولا عنده واحد الجهد ماشي عادي. وفاش كنبغي ندور لعندو نهضر معاه كنحس بشي يدين شاديني من راسي مزيرين عليا ما مخلينيش ندور. شي جوج دقائق نقول لك وانا هكاك عشت الرعب. فاش درت كنلقى خويا ملاوح في جيه والكيس في جيه. الوالده جات لقاتو مغيب كتقول لي مال خوك شنو درتي له؟ قلت لها ما عرفتش، هزاتو نيشان وداتو لعند جده، حطات له واحد التوك كحل فوق راسو ويطلع واحد المراه كتهضر معانا. قالت لها راه هاد ولدك انا كنت جالسه في الحمام وهو يخوي عليا المطايب. عمتي بقات كتهدن في الوالده وكتقول لها خليه يبات مع امي هاد الليله هي عارفه شنو دير له. وفعلا بات ديك الليله مع جده في البيت، والغد ليه صباح بخير. واحد المره كنا كنلعبوا ثاني انا وولاد وبنات عمامي، واحد بنت عمي كانت ناقصه شويه في عقلها بحال تقول مهبوله. دابا هي ما شافتش واش الولد دايز وشي راسب حجره وجات فيه. جات ديك امو كتبرى من مرات عمي ملي ما عطاتهاش وقت وهي تقول لها على بنتها المعوقه. والله يا خويا الا ديك المره الغد ليه صبحت معوجه كامله، ولات في واحد الحاله ما تقدرش تشوف فيها. جات اختها كطلب في مرات عمي باش تسمح ليها، قالت لي انا ما درت والو ذنوب ديك البنت خرجوا فيها. دازوا دوك العامين وخرج جدي من الحبس، ولكن سلم للوالد الخدمه ولا هو اللي كيدير التبييت الجنون وهو اللي كيتكلف بالذبيحه الكبيره. اما جدي زحفوه كان راس ولا رجلين ما بقى حتى شي واحد معبره. من بعد ما كان كلشي كيهابو ما بقاش عنده كلمه في الدار، ولاو جده وعمامي كيحترموا الوالد اكثر منه، ولاو بحال كينتقموا منه على داك الطغيان اللي كان داير ليهم. الا دار شي حاجه جده كدور فيه.
وحاجه اخرى غنكتشفها من بعد انه لا جده ولا جدي ولا عماتي ولا حتى الوالد ما كانوا كيصوموا، كيجلسوا مع الوالده وعيالات عمامي في الطبله زعما راه حتى حنا صايمين. ولكن شحال من مره حصلنا جده كتاكل بالتخبيه، وحتى عمي الصغير كان ديما كيكمي بالنهار د رمضان. الوالد على ما قالت لي الوالده باللي حتى هو كان كياكل وكيبغي يقرب منا في النهار ديال رمضان بحال كيبغي يخسر ليها صيامها. المهم حدي كنت كنكبر في ديك الدار وانا كل مره كنكتشف حوايج جداد، حتى لواحد الصباح غنسمعوا الغوات ديال عمتي. فاش خرجنا عرفنا بلي جدي صباح ميت. فاش طلينا عليه اخويا وجهه زرق والكشكوشه خارجه ليه من فمه. جدي ما ماتش موته عاديه، كان طاحن شي عشوب اللي ما بغيتش نذكر سميتهم وشحال هو كيشرب فيهم. لقينا عنده داكشي في البيت، بقات صحته غدا وكترجع للور حتى مات. هو كان كيفهم في هادشي، علاش قتل راسو الله اعلم، واش حيت الجن ما بقاوش كيخدموا معاه، واش حيت ولا محقور بين ولادو ومراته، ولا حيت ما قدرش يتوب. اش غنقول لك اخويا، ديك الشخصيه اللي كانت عند جدي تحولت للوالد مع الاسف، ولا حتى هو قاصح بزاف وكثر من اللي كان. وناض جده ملي شافت الوالده ما مسيرهمش في ديك الطريق ديالهم قالت لي غنزوجك حتى انت بمراه اخرى كيف ما دار خوك. هما المراه اللي ما بغاتش تطيعهم كيجريو عليها. الوالده ما كانش همها طلق وانما كان همها تسدينا حنا معاها. داكشي اللي كان. قالت لي الا كنتي غتزوج طلقني. قال لها صافي سيري، ولكن الدم راه كيجر والولاد غيدوروا غيرجعوا حتى لهنا. ديك الساعه انا كنت في عمري 15 عام. الوالده يلاه تحولنا وبدات كتقلب على خدمه وشي دار الكرا وما بغاتش تقولها لخوالي حتى شي واحد ما عرفها بلي طلقات. كنعقل ديك الساعه كرينا بيت وكوزينه، كانوا عندها غير شي دبالج مخلياهم لامها باعتهم وبيهم باش كرات، وما كان عندنا ما نفرش، وكان شرات لنا بونجا ولا ما نعرف جوج عليهم كنتكاو. المهم دوزنا الفقر ديال بصح وتمحلنا، وبا ما عقلش علينا، عمرو ما سول فينا مازال. هي قلبات حتى في الاخر لقات خدمه، وانا ديك الساعه ما كنت لا كنقرا لا والو، وليت مقابل غير خوتي. من بعد مشيت تعلمت الحفاظ النجاره، وهنا وليت كنحلم بزاف بالدار القديمه. كنشوف شي وحدين مدخليني تماك جاريني وكيجلسوني قدام الوالد، وهو بحال كيحل شي كتوبه قدامي وكيبقى يفهمني شي حوايج. كنفيق في الصباح راسي مخربق، كنبقى نسمع شي اصوات كيتعاودوا في ودنيا. ما نكذبش عليك بعض المرات كنكون خدام حتى كيقول لي واحد الراس نوض شد الكارداب وسير عند باك، ولكن كنقول في الاخر عاد بلا مشيت راجيم، حيت عارف الا مشيت تما غندخل لديك الطريق. الوالده بحال بدات كتعاود لنا الترابي من اول وجديد، كتعلمنا الصلاه، كتوقف علينا في رمضان كتقول لنا وياكم تاكلوا. حتى الدار اللي كبرنا فيها ما عندها حتى شي علاقه بالدين. واحد المره نيت كان شعبان وكانت الوالده خرجت خوتي وخرجت، بقيت انا بوحدي في الدار. ديك العشيه عمرها غتنسالي، كنت جالس اخويا مريح حتى تلاحت عليا جنويه، والله ما عرفت كيفاش حتى وصلت من الكوزينه حتى لعندي، تلاحت ليا على فخذي. تخلعت وبقيت كنتراعد، كنت غنغيب وكنشوف بحال الا واقف مورايا شي واحد، ولكن ما قدرتش ندور وجهي. في ديك اللحظه وانا نغيب ما نضت حتى رجعت الوالده مع خوتي، جاو فيقوني وهي كتقول لي علاش نعستي باقي الحال، وانا كنقلب بعينيا غير على ديك الجنويه فين مشات، ما لقيتش ليها الاثار. انا كنت صريح مع الوالده وكنعاود لها كلشي، ولكن قالت لي غتكون غير كنتي كتحلم، راك كنتي ناعس. ولكن انا متاكد اخويا والله حتى كنت فايق. مره اخرى ثاني كنت جالس كنصلي حتى شويه كيوقف عليا خويا وما كنحس به حتى كيضربني للوجه، ضربني واحد الضربه خايبه لدرجه قطعت الصلاه وشنقت عليه. كنقول ليه مالك شنو طرا ليك، وهو ما كيجاوبنيش بحال مرفوع غير كيشوف فيا. وانا ديك الساعه ما عارفش بلي طالعين الجنون، وبديت كنصافق فيه بحال ما رضيتش، بحال بغيت نرد له ديك الضربه. الوالده سمعت خواتنا جات كتجري تفك بيناتنا، وانا غير طلقته من يدي وهو يغيب، طارت فيا وقالت لي ما كانش عليك تضربو. دازوا الايام وحنا باقيين على نفس الحال، حتى لواحد المره غنسمعوا الدقان، وفاش حلينا كنلقاوها جده ومع عمتي. قالت لي انت ما عطيناش العنوان ديالك، وشحال وحنا كنقلبوا ونسولوا الناس عاد وصلونا لعندك. صافي فاش جلسوا وبداو كيديو يجيبوا في الهضره، قالت لها بلي مراتو جديده صدقات ما كتولدش، وحنا بغينا حفايدنا باش يعيشوا معانا. اجي رجع لراجلك حسن ما تبقاي مكرفصه انت والولاد، ولا بغيتي كاع نديروا لك دارك بوحدك ما تسكنيش معانا. ولكن الوالده حلفات لا رجعت لهم من بعد داكشي اللي شافته في ديك الدار. وحتى انا درت في جده حيت ما كنتش كنحملها وصدمت هي وعمتي. قلت لهم هاد الليله باتوا معنا ما فيها باس، ولكن غدا على الصباح شدوا الكار ورجعوا في حالكم، راه لا انا ولا خوتي ما غنرجعوا لديك الدار. بقات كضحك زعما راه ما تقصحاتش، ولكن الداخل ديالها ما كانتش حاملاني نقول داكشي. هما كانوا معولين علينا نقولوا لهم لا. تصور عمتي جايبه معها الخدمه ديالها، يلا هما غاديين خارجين في حالهم وهي تبدا ترش لينا العتبه الباب. فاش جات الوالده تمشي للخدمه كتلقى داكشي الصفر قدامنا. الوالده كانت حافظاهم، كتقولنا ما تخطاوش هادشي، دوزوا من الجهه الاخرى. دوزاتنا وهي كتقرا علينا القران. من بعد مشات عند واحد الراقي، هو اللي عطاها واحد الماء باش تصيق، وقال لها هذا غيبطل لك اي حاجه كانت في الباب. منين جاو عندنا ديك الليله وانا لا خوتي كنحلموا احلام خايبين، وانا في غالب الاحيان كنت كنشوف الوالد جالس قدامي. واحد المره جالسين مريحين كنتعشاو، ديك الساعه يلاه خدات الوالده واحد التلفازه صغيره وكنتفرجوا فيها. شويه اختي هزات راسها كتشوف في السقف، كنسولوها مالكي، كتقول لنا شوفوا. كنقول لها حنا ما كنشوفوا والو، وهي كتقول لنا بلي كيترسموا لها شي حوايج كتشوفهم تماك. كتخلع وتقفز عب بوحدها، والوالده كتقرا عليها وكتقول لها ما تبقايش تشوفي يا بنتي تما. وهي طلع فيها واحد المره كتدوي معانا، كتقول لها شوفي ديتي عليا ولادي والله لا بقاو ليك. الوالده كتبكي وكتقول لها بنتي مالكي، كتقول لها ما تقوليش ليها بنتي، هذه راه بنتي انا اللي مرضعاها وديتيها ليا. تخلعت علينا بزاف ديك الليله، ما نعسناش كلنا. الغد على الصباح داتنا عند داك الراقي اللي عطاها الماء، وبقات متبعنا معاه حتى ولينا شويه. وكان هذاك اول واحد غيقول الوالده بلي ولادك مرضعاهم جنيه كاملين، وصاه باش نديروا التحصينات ديالنا قبل ما نعسوا. من تماك وهي كتوقف علينا باش نصليو ونقراو القران ونصوموا في رمضان. الحمد لله ولينا شويه، ولكن واخا هكاك داك الشيء بقى معنا وعمره ما غيحيد، حيت كيف كيقولوا الدم كيجر. هما خدموا بينا فاش كنا صغار، وداك الشيء غيبقى معنا طول حياتنا. انا غنحبس لك اخويا قصتي حيت عييت، ونقدر نزيدك الجزء الثاني من بعد الا عجبات الناس وبغاوني نكملها. كنتمنى نكون ما طولتش عليك، وتبارك الله عليك وعلى داك الشيء اللي كتقدم. حنا بدورنا كنشكروا الاخ ايوب اللي بارطاجا معنا القصه ديالو، وخليو لي الخوت في التعاليق الا بغيتوا الجزء الثاني باش يصيفطوا ليا. وغنقول لكم نتوما اللي عنده شي قصه بحال هذه طرات له ولا شي واحد فايتو يخليها لي في انستغرام. نلقاكم على خير في القصه الجايه، ومن هنا لتماك تهلاو في راسكم، والسلام عليكم.